السلام عليكم، هلا والله شباب وبنات متابعين قناة منوعاتي. قبل لا نبدي بهذا الفيديو اللي أطلبه من حضراتكم انه تشاركون هذا على كل مواقع التواصل الاجتماعي حتى يوصل للجهات المختصة ويشوفون الموضوع، وأيضا حتى يوصل لأكثر عدد من الناس. طبعا اليوم انصدمنا بهذا الموضوع، وفاة امرأة على يد أخيها بعد أن تعرضت للضرب، وذلك بسبب انه طلبت الطلاق من زوجها. فخلونا نشوف تفاصيل الحادثة اللي وصفوها بنت المتوفية وابنها. فخلينا نشوف التفاصيل ونرجع مرة ثانية. رياجيل عائلتنا ابويا وعمام وخوالي، ما اعرف شنو هاي ولا كانت عندي اي معلومة وفكرة شنو محتوى الرسائل. امي جابوها قالوا لها انت بالغيابة ما نعرف امي احنا. طبعا بالبداية بدأت تجيهم رسائل تهديد وما شابه ذلك، ومن ثم متهمينها حسب كلام هذه البنت. خلونا نكمل ونشوف شنو بعد صار. باللي هي انا اسمي زينب راح اقتلها قدامك، وما حد لا حكومة ولا دولة ولا عشائر تتدخل بها، لان راح احسبها قضية غسل عار. وهذا اخويا محمد يغرقه بالبحيرة، بحيرة الرزازة دوم يقولها. واخويا المعاق ممنوع عليه اي دواء، كان يقول لها خلي ازود له جرعة كورتيزون ومن ساعتها ويموت. هذه العائلة مرت بكل هذه المعاناة والألم والتعب والتهديد، لذلك قررت والدتهم انه تطلب الطلاق من زوجها. لكن بعد ما طلبت الطلاق رجعت للبيت وتعرضت للقتل على يد اخوها الكبير بسبب طلب الطلاق. بس كل هذه الظروف والمعاناة هي مرت بها. كل هذه الأمور اللي صارت وانتشرت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى الآن ما شفنا أي تحرك من وزارة الداخلية. فما أعرف شنو ينتظرون وليه ساكتين. وهذه العائلة قبل لا تصير وياهم هاي الحادثة طلعوا وناجدوا قبل فترة جدا طويلة، لكن للأسف ما سووا لهم أي شيء. والآن صارت الحادثة، فنطلب أو ننتظر اتخاذ وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة بحق هذا المتهم. إلى هنا وصلنا لختام هذا الفيديو، شكرا لكم على المتابعة، دمتم في أمان الله.